بكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم عدنان. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا غريبة باللوز اللي كتجي لذيذة بزاف وكتجي رائعة شكلا ومذاقا. خليكم معايا، تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا ساشي ديال الفلون كراميل، صراحة كيعطي واحد اللذة الغريبة زوينة. وعندي هنا ساشي الفاني، وعندي جوج خمارات، وعندي هنايا قبيصه ديال الملحه، وعندي راس المعلقه صغيره من خميره الخبز، غير قبيصه ما تكثروش الخميره. عندي معلقه صغيره ديال القرفه، عندي 125 غرام ديال الزبده الحلويات، وعندي تقريبا كاس ديال اللوز محمر ومطحون، وعندي نصف كاس اللوز محمر ومهرمش. عندي هنايا كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال سنيده، عندي هنايا واحد جوج معالق ديال الزنجلان محمر، وعندي 450 غرام ديال الدقيق. غادي نضيفو هنايا الزبده. انا حاولت انني شويه ندوبها باش تسهل عليا العمليه ملي نكون كنمزجها مع المكونات. غادي نضيف لها كاس ديال سنيده، وغادي نضيف لها ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه، وغادي نضيفو راس معلقه صغيره من خميره الخبز ومعلقه ديال القرفه، وغادي نضيفو لها داك الساشي ديال الفلون، وغادي نمزجو المكونات. غادي نحاول انني ندخل ديك الزبده والسنيده مع بعضياتهم مزيان. من بعد غادي نديرو كاس ديال الزيت. انا واخا حاطه المقادير في الزلايف، ولكن راني عابره بكاس ديال العنبه. صافي غادي نمزجوا المكونات مزيان حتى يولي لنا الشكل كريمي كيف كتشوفوا. وغادي نضيف الزنجلان، وغادي نضيف اللوز، يعني نضيف باقي المكونات، وغادي نضيف جوج ديال الخمارات، وغادي نخلطهم مع المكونات. ومن بعد غادي نضيف الدقيق. غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، غير هو انا ضفتو كامل 450 غرام كامله ضفتها. صافي غادي نبقاو كندخلوا الدقيق مزيان في المكونات، وغادي نبقاو كندلكو كيف كتشوفوا معايا مزيان، لان الغريبه كتبغي شويه دليك. فهذا سر من اسرار الغريبه. كنبقاو كندلكوها مزيان بيدينا، كنبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا، وكنبقاو كندلكوها شويه بشويه. الا بغيتو كاع تحكوها في حكاكه، ولكن ماشي ضروري. غير دلكوها مزيان. صافي من بعد هذا هو الشكل ديالها كيفاش خصها تكون. ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، وما خصهاش تكون رطبه بزاف. انا عندي هنا اللاطه الخاصه بغريبه. غادي نبدا كنشكل غريبه ديالي، وغادي نحطها في اللاطه. حاولوا انكم ما ديروهاش كبيره، لانها راه كيتزاد الحجم ديالها في الفرن. بالنسبه للطهي ديالها، الا كان عندكم الفرن ديال الغاز غادي تسخنوه مزيان، وملي غادي تدخلوا اللاطه ديالكم غادي تنقصوا ليه بحال راه غادي نطفيو حتى كتشوفوا الغريبه ديالكم تفكعات، وعاد ديك الساعه كتزيدوا له شويه في الحراره باش كطيب من الداخل. وبالنسبه للفرن الكهربائي غادي تسخنوه مزيان، وغادي ندخلوا اللاطه غادي تحسبوا 5 دقائق. يعني هو ماشي بحال ديال الغاز، لان ديال الغاز كتكون شويه الحراره ديالو مرتفعه على الفرن الكهربائي. بالنسبه لكل فرن كهربائي غادي تسخنوه مزيان، وغادي ندخلوا اللاطه وغادي تخليه حراره مرتفعه. غادي تحسبوا 5 دقائق، وعاد غادي نقصوا ليه باش تطيب لكم الغريبه من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كيف كتشوفوا كتجي رائعه صراحه، كتجي مشقه كلها. اللاطه كامله كتجي مشقه، وفي المذاق يا سلام صراحه. هذاك فلون الكراميل كيعطي واحد اللذه في الغريبه. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجح معكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك. بسلام عليكم، تلاقاو في حلقه جديده ووصفه جديده في مطبخ ام عدنان.